هذا برجر وهذا برجر، وشكل الدايت وصل للمطاعم وتحول الكومبو ميل إلى أوزمبيك ميل. فالإبرة اللي سدت شهيتك عن الأكل غيرت منيو المطاعم وخلت الطهاة ما يفكرون بس بالطبخة بل بحجمها، بعد ما 50% من اللي يستخدمون إبر التنحيف صاروا يأكلون في البيت، و63% منهم إذا يلسوا في المطاعم يطلبون كمية أقل. وعلشان شي جربت المطاعم إنها ترجع زباينها بالوجبات الصغيرة واللي تحمل أسامي هالإبر المشهورة على مبدأ السوق مع السوق، لأن 9% من المشاركين في استطلاع لشركة PwC في الشرق الأوسط تبين أنهم استخدموا أدوية إنقاص الوزن الموصوفة طبيا، و43% غيرهم ما عندهم مشكلة يجربونها، مقابل أن 8% إلى 10% من الأمريكيين حاليا يأخذون إبر التنحيف، و30% إلى 35% منهم مهتمين أنهم يأخذونها. وسواء كنت من اللي يأخذون هاي الإبرة أو تفكر أنك تاخذها، المهم صحتك في المرتبة الأولى. بين تصغير كرشتك وتعديل حجم الوجبة يطلع الرابح الأكبر هي صحتك، ويمكن جيبك بعد.